أوقاتكم كيفكم؟ إن شاء الله بخير. خليلي إياكم. أنا الخالي وفاء. اليوم إذا الله راد بساوي أكلة سريعة. هون معي لحمة، معي بصل أخضر، معي هون فليفلة واحدة، معي هون بندورتين صغار، معي فلفل أحمر وملح. هون معي حطيت المقلاية وحطيت السمنة. بدي أحط اللحمة أول شي قليها، لأن البصلة خضرة. بدها تقلى أول شي اللحمة، بدها استوى أكثر من البصل. خليكن معي لحتى طبقها أنا وياكم. وهلأ استوت اللحمة وبدي أحط البصلة الخضراء، بقلبها شوي صغيرة مع اللحمة، وبعدين بحط البندورة والفليفلة، لأن البصلة الخضراء ما بتتحمل كتير استوى. هلأ ححط لها ملح وفلفل أحمر. حط لها ملح هلأ، وهلأ استوت البصلة. وححط البندورة والفليفلة الخضراء. أكلة ظريفة وسهلة كتير وطيبة، بس تجربوها تبين معكم. كتير كتير أكلة سهلة وظريفة. خليكن معي على الخطوة الثانية وشوفوا بأظرفها. هلا طبعا خليهم يدبلوا شوي صغيرة، وبعدين بطفيه تحتهم. شايف المنظر ما أحلاه. خليكن معي على الخطوة اللي بعدها. هلا هون اللحمة استويت مع الخضار. هون حطيت بيضتين، حطيت كاسة حليب. أنا مشان ما أطول الفيديو عليكم حطيت ملح وفلفل، فلفل أسود أو فلفل أحمر على حسب الطلب. هلا هون حضرت الصينية أنا ودهنتها كلياتها بالسمنة على أطرافها ومن تحت. هلا بدي أحط الرقايق أنا أول طبقة. طبعا كل ما حطينا طبقة مدهنة بالسمنة. هون أنا وبنتي عم بشتغل. يسعد لي مساكم واوقاتكم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا اشتقتوا لي مثل ما انا اشتقت لكم. طبعا انا وماما وفاء على طول بنتساعد سوا بالطبخ، بس انا قليل لاحكي، لانه بحب انه ماما هي بمعرفتها تحكي لكم عن الطبخات تبعها والطريقه المضبوطه. انا بجوز اطش شوي او انسى شي طريقه او شي خطوه. بهالشكل هاد نعملها. هلا بنرجع مدهنها بالسمنة. كل ما حطينا لها سمنة بتطلع أظرف. حطي مام السمنة. طبعا أنا بنتي حضرت هون الجبنة. حطت جبنة موزاريلا وجبنة قشقوان، أنا بحب أخلطهم سوا، بيعطونا نكهة وبيعطونا هي الشطة الشط والمط للجبنة كتير ظريفة بالطبخة. هون حضرنا الحليب والبيضة. طبعا انتو فيكن تعملوا طبقات قد ما فيكن. أنا حابة أحط طبقتين رقائق، بحط لحمة، بعدين برجع صفاية. حطيت طبقات أنا ودهنتها بالسمنة. هلا بدي أحط اللحمة. اللحمة مع الخضار.
منظر الخضار كتير ظريف وطيب بهالأكلات. طبعا إذا فيهم مرقة من البندورة أو من الفليفلة أو من شي بنصفيهم مشان شو ما يبقى فيهم لا مي. هلا بحط الطبقة الثانية أنا الرقائق بعد ما بحط الجبنة مشان تشط وتطلع ظريفة. طعمتها كتير طيبة وبتمنى تجربوها كلياتكم. هلا رح عم نحط الجبنة فوق الخضار واللحمة بهالطريقة هي. طبقة الجبنة أنا بدي أرجع أحط الرقائق الطبقة الثانية. بهالطريقة هي نرجع مدهنها بالسمنة. طبعا فينا نحط احنا مثل ما بدنا طبقة 2 3 قد ما بدنا بنقدر بنحط. انا حط طبقتين. هي طبقة تانية. هلا خلصنا من الرقائق ندهنها بالسمنة. وهلا خلصتها انا وقطعتها هيك بهالشكل هاد. هلا ححط الحليب والبيض على الوش بهالطريقة هي. هحطها بالفرن دغري. طبعا انا مشعل الفرن عجنب يا ماما. هلا صارت جاهزة. نص ساعة حطها بالفرن. خليكن معي لحتى تستوي. هلا اليوم خلصنا هلا الأكلة وطالعناها من الفرن. شوفوا ما أحلى منظرها. شوفوا شلون يا عيني يا عيني على هالمنظر. شايفين منظرها ما أحلى؟ شايفين شلون؟ هي قرمشتها كمان شلون طالعة القرمشة بتجنن. والجبنة شلون سايخة بقلبها. شايفين هالمنظر ما أحلى؟ شوفوا منظرها بشهي. هي الصينية هون كمان بالمنظر طالعة بتجنن. بتمنى كلياتكم تجربوها. أكلة كتير ظريفة وطيبة بصحة وألف هنا وإن شاء الله عقبال كل أكلة. خلوكم معنا دائما على طول. خلي لي إياكم.